السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه نينو تندو ميوزك. التطبيق ده مساحته 9.8 محمله اكتر من 500 الف شخص. بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تستمع الموسيقى بتاعة الالعاب بتاعتك. لو انت كنت بتلعب العاب زي كده وانت صغير وبتحب الموسيقى بتاعتها وبتحب الصوت بتاعها وبتحب ان انت تستعيد الذكريات بتاعتك وانت صغير وتفتكر لما كنت بتلعبها، فانت بتقدر من خلال التطبيق ده ان انت تستمع لكل الموسيقات للالعاب اللي انت كنت بتلعبها وانت صغير. والموسيقى دي انت بتقدر تحدد المدة بتاعتها على حسب ما انت عايز. ممكن تحدد المدة بتاعتها تكون شغالة معاك لمدة ربع ساعة، لمدة نص ساعة، لمدة ساعة، على حسب الوقت اللي انت عايزه، بدون ما تفصل وبدون ما تحتاج ان انت كل شوية تدوس على الزرار عشان تعيد موسيقى من الاول او اي حاجه. انت بمجرد ما بتظبط الموسيقى انها تفضل شغاله مثلا معاك ربع ساعه، تفضل شغاله ربع ساعه متواصله، نص ساعه تفضل نص ساعه متواصله، على حسب الوقت اللي انت عايزه. الالعاب دي بتكون العاب زي السبلاتون، حلفاء كيربي، دونكي كونج، مترويد برايم، بيكامين. كل الالعاب دي اللي هي بتكون موجوده على التطبيق، العاب ماريو، كل الالعاب دي بتقدر تسمع الموسيقى بتاعتها وتقدر تفتكر الذكريات بتاعتك من وانت طفل صغير. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مش شرط التطبيق انه بيتضمن اعلانات ويطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق، بالاضافه لان التطبيق بيكون باللغه الانجليزيه ومفهوش لغه عربيه. بس كده يعتبر ابسط شرح بالنسبه للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو. فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو بعد نزوله في فتره طويله وحمل التطبيق واكتشف فيه حاجة مختلفة، يكتب التعليق بتاعه كمساعدة منه لأي شخص تاني حابب ان هو يحمل التطبيق. واحنا هنثبت التعليق بتاعك سواء تعليق ايجابي او سلبي، علشان تقدر اي حد تاني يخش على الفيديو يقدر يستفيد اكبر قدر من الاستفادة. اما لو انت خايف تحمل التطبيق عشان التطبيق موجود على القناة بقاله فترة طويلة، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو تقول لي اشرح لي التطبيق ده مرة كمان، او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت باسم مراجع برامج، وانا انزل لك شرح مفصل ومبسط لاي تطبيق انت عايزه، مميزاته وعيوبه وازاي بيشتغل وازاي بتشترك عليه وازاي بتلغي الاشتراك. كل ده انزله لك واعرفك كل حاجه عن التطبيق. الكلام ده بنقوله ليه؟ علشان في بعض الناس بلاقيها كاتبالي تعليقات على فيديوهات موجوده على القناه بقالها فتره طويله، ممكن 10 شهور او سنه، ويقول لي احنا بعد ما حملنا التطبيق لقينا في حاجات مختلفه، انت ليه ما قلتهاش في التعليق في الفيديو؟ ده لان وقت شرح الفيديو ما كانتش الحاجات دي موجوده. الحاجات دي نزلت في التحديثات اللي نزلت بعد كده. عشان كده دايما بننوه ان اي حد يكتشف حاجة يكتبها علشان غيره يقدر يستفيد. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.